بناء البراند مش حاجة بتخلص في أسبوع ولا حتى في سنة، دي رحلة طويلة وكل خطوة فيها بتفرق، وكل غلطة ممكن تضيع منك مجهود سنين. ولو لسه ما تعرفش ليه مهم يبقى عندك براند، ما تنساش تتفرج على الحلقة اللي فاتت. بس أنا النهاردة هقولك على استراتيجيز قوية لبناء البراند، وكمان هقولك على أخطاء 99% من الناس بتقع فيها. أول استراتيجية، علم الناس إزاي يستغنوا عنك، ودي على فكرة ناس كتير مش فاهمينها. الفكرة إنك تبني ثقة قبل ما العميل حتى يفكر إنه يشتري منك. لا، اعمل محتوى تعليمي. مثال على ده، لو انت شغال في النجارة او الخشب، هتعمل محتوى بتتكلم فيه عن 5 حاجات لازم تاخد بالك منها وانت بتشتري عفش بيتك، او انك ازاي تطول عمر سفرتك 10 سنين من غير ما تغيرها. طب ليه ده مهم؟ ده لان العميل لما هيجي عليه وقت ويحتاج الخدمة، اول اسم هيخطر في باله هو انت، لانك كنت الشخص اللي ساعده من غير ما تاخد منه مقابل. في شركات بتخاف تدي معلومات مجانية، تقول لك ده كده العميل هيعملها بنفسه ومش هيجيلي. ده تفكير محدود او قصير المدى. العميل ممكن يجرب مرة، بس لما يجي للشغل التقيل هيجيلك، لانك بكل بساطة اثبتت نفسك، وكمان لان الانسان كسول فهيقولك بكل بساطة اجيب حد خبير يعمله. تاني استراتيجية، ودي استراتيجية الملاحظة، دي بقى لذيذة قوي. اعمل محتوى عام عن اي حاجة تهم جمهورك، وده هيخليك تحدد جمهورك الاول وتفهمه، وفي الاخر حط ملاحظة صغيرة عن خدمتك، مثلا فيديو عن اعادة تدوير الاساس، وفي الاخر تقول لو محتاجين اعادة تدوير اساس لشقتكم احنا هنا. الميزة انك بتحافظ على وجودك في دماغ الناس حتى لو مش محتاجينك دلوقتي، واوعى تخلي الملاحظة في النص او تبدأ بيها. كده انت كسرت الجو، والمشاهد هيحس ان الفيديو كله دعاية من الاول. تالت استراتيجية، وهي المفاجأة والابهار، ودي بقى بتثبت في المخ. بعد سنة من تقديم الخدمة ابعت هدية بسيطة للعميل، مثلا لو عرفت انه بيحب الورد ابعت له بوكيه ورد مع ورقة مكتوب فيها ايه الاخبار، السفرة عاملة ايه معاك، والنتيجة انه هيحكي قصتك ل 10 او 15 شخص على الاقل، واغلبهم هيبقوا عملاء جداد عندك. في شركات بتفكر ان الهدايا لازم تكون غالية، لا، الاهم انها تكون شخصية ومخصصة ليهم. الاستراتيجية الرابعة، محتوى متعدد المنصات. استخدم فيسبوك وانستجرام كاساس، بس نزل على كل المنصات الممكنة، تيك توك ويوتيوب ولينكد ان، بس لو جمهورك هناك. نفس الفيديو ممكن يتعاد نشره بس بتعديل بسيط في الكلام او المونتاج. اعمل مزيج من المحتوى التعليمي والمحتوى المحلي والمحتوى الترفيهي او الشخصي. انك تركز على منصة واحدة وتسيب الباقي، او انك تعيد نفس الفيديو هو من غير ما تعدله للمنصة الجديدة، ده بيخلي التفاعل ضعيف. ودلوقتي هقولك على اخطاء بيقع فيها 99% من الناس. اول حاجة، الاعتماد الكلي على المبيعات المباشرة. ناس كتير بتفضل الجري ورا العميل طول الوقت. المشكلة انك بتفضل في دوامة، كل شهر بتبدأ من الصفر. الحل انك تستثمر وقتك في انك تبني براند تخلي العميل هو اللي يجيلك. تاني حاجة، الهوية البصرية الغير موحدة، مرة لون ومرة فونت ومرة لوجو مختلف، ده بيشتت العميل. الحل انك تحافظ على الوان وخطوط محددة في كل المحتوى. تالت حاجة، الرسائل المتناقضة، يوم تتكلم عن الجودة يوم تتكلم عن السعر الرخيص، العميل مش فاهم انت مين. الحل انك تحدد رسالتك الاساسية وخليها ثابتة. رابع حاجة، التجاهل الكامل للتفاعل، تنزل محتوى وتختفي، لا بترد على كومنت ولا على رسائل. الحل انك تجهز تمبلت للردود وتتفاعل مع الناس، لان البراند علاقة مش اعلان. خامس حاجة، انك ما بتقيس النتائج، بتنزل بوستز وخلاص من غير ما تعرف ايه اللي شغال وايه اللي لا. الحل انك تعرف ازاي تقيس نجاح المحتوى، وده بقى اللي هنتكلم عنه في الفيديو اللي جاي. فلو مهتم اعمل شير ولايك وسبسكرايب، ونشوفكم الحلقة اللي جاية.